نبداو باتحاد العاصمه باش نكملوا مع الكاف. الحاجه اللي حبيت نوريها من البدايه حمزه ان امكن. القضيه هذه صارت في 22 اكتوبر 2023 في السوبر ليج يا محمد يا قاسي السعيد. اعطينا الصوره الاولى في اطار الترويج يا جماعه الخير، في اطار الترويج لكل ما هو علاقه ب لا سوبر ليج اللي داروها جديده الكونفدراليه الجزائريه او الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم في السوبر الافريقي. في البرومو الرسمي البطوله الاتحاد الافريقي نشر هذا الفيديو التعريفي ودار خريطه المغرب بهذه الطريقه. لي زيكيب اللي يشاركوا دار الخريطه، وهذا البرومو جعل الكثير او على مستوى المغربي زعفوا كثير وقالوا لهم نو ما ديرولناش هكذا، عاودوا بدلوه. باش كنت تحكي نتاع المال الفاسد، داروا خريطه اخرى وداروا خريطه الوهميه اللي راهي اليوم على مستوى المايو تاع نهضه بركان عند تقديم الوداد البيضاوي اللي شارك امام انيمبا النيجيري. لعبوا الوداد البيضاوي في 22 اكتوبر امام انيمبا. داروا هذه الخريطه بعد احتجاج الطرف المغربي، فحذف الاتحاد الافريقي الفيديو واعاد نشره بالخريطه الوهميه. لاعبو الوداد ارادوا الدخول في المباراه بقميص الخريطه الوهميه، عامل لونطريمون تاعهم بالخريطه الوهميه، لكن فريق انيمبا النيجيري والاعضاء تاع الاتحاديه النيجيريه رفضوا ذلك. وهذه 22 اكتوبر 2023 ما عندهاش بزاف، قال لك ما كانش الوداد البيضاوي ما يلعبش بهذه الخريطه، وقالوا لهم تلعبوا بقمصان البلد تاعكم. ولعب اللقاء، هاو اللقاء يا جماعه الخير، انيمبا مع الوداد البيضاوي لعب بالقميص تاع المنتخب او تاع بلد المغرب. يعني على مستوى كل هذه الاشارات مليحه في الملف الجزائري على مستوى الطاس بلوزان. يعني الامور واضحه محمد قاسي سعيد ولا تحتاج الى اي تبيان. شوف اليوم رضوان، لازم اليوم الاتحاد الافريقي حتى جمعيه الامم تتدخل. رضوان، هذه المنطقه تاع الصحراء الغربيه منطقه نزاع، مازال ما تصفاش الحساب ديالها، مازالها راهي على الامم المتحده. هادو ما سيدي اور لا لوا. لما دير هذه الخريطه هذه يعني انت راك حقرت الناس، حقرت بلاد وحقرت الشعب، قهرت الشعب اللي هو معقول في المنطقه هذه. اللي قلت لك اليوم لازم الامم المتحده تدخل في هذه القضيه هذه، لان ما نجموش نروحوا بعيد. الناس راهي تحوس يعني توسع ارضها. بصح وين رانا رايحين سي علي بن جيح؟ ولكن نكمل لك رضوان، ولكن احنا اليوم رضوان لازم نصيبوا الحل. هذه هي المشكله. الحل هو نعطيك معلومه الان، انه المنتخب الجزائري بعد انسحابه لاقل من 17 سنه تاع كره اليد اليوم اصدر بيان الجزائر تنسحب من البطوله الافريقيه للجمباز اليوم المقامه في المغرب خلال الفتره ما بين 30 افريل و7 ماي. وين رايحين بها هذا اشاك فوا دوك هذا واش حبيت نقول لك رضوان. لازم المره اللي فاتت هضر علي بن شيخ على امر لازم تلحق للساسه. شوف لوزاره الخارجيه ولي بوليتيسيان لازم الان يقوموا بدور كبير من اجل ايقاف هذا النزيف. لازم اليوم نصيبوا حل. انا كنت صغير بكري رضوان كي نشوف ملاكم ولا مصارع جزائري في القرعه في الالعاب الاولمبيه ولا في الجيدو ولا البوكس يطيح مع واحد صهيوني، نقول يا ربي يضارب معاه ويبارك فيه. ولكن لما كبرت هذا تسمى اذا لعبت ضربت معاه تسمى اعترفت بهذا البلد هدايا. اليوم دوكا المغرب دارت هذه الخريطه هذه اللي راح تخلينا ما نلعبوش معاهم كاع. دوك يعني اي بلد دير لنا حاجه ما نلعبوش، لازم نصيبوا حل باش نحبسوا هذا الشيء. حل نهائي يعني نهائي. الحل يا محمد اعطيه لي خويا علي. الحل ماشي عندك ولا عندي، عند السلطه العليا تتدخل سياسيا. Parce que c'est un problème politique doit être résolu politiquement يا محمد. ماشي اللي يحلوا يهضروا بك، هذا مشكل سياسي يحلوه السياسيين. هذا ما كان بصفه جذريه لانه كي تدخل السياسه في الرياضه الامور تفسد. اليوسما ما راحوش يلعبوا على سي ان بروبليم بوليتيك. دونك سي لي بوليتيك اللي يحلوه هم عندهم لي مويان يحلوه او ليو باش هاد. ولا اذا نصفتنا الطاس، الى الطاس ايضا قامت بالعمل تاعها ونصفتنا راح تربح القضيه وربما
تعيد اللقاء بقميص عادي. تولي جوريسبريدونس عليه لو كان تحكم الطاس لصالح الجزائر ان شاء الله مستقبلا اي افير كيما هذه يقول لهم بلي سبق الفصل فيها. الفرق المغربيه ما تلعبش بهذه الخريطه الوهميه. نعم دونك البروبليم الكبير كاع وين راه في لاكاف. نعم. ولختام بطاقتي الحمراء انا نقول باننا ممكن ان نخسر لقب لكننا لا نخسر قضيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هذا الصراع الجزائر ليست طرف فيه. احنا الجزائر واحد ما دخل الحدود تاعنا، هذا الدخول في حدود شعب آخر اللي هو الصحراء الغربية. لكننا كبلد بما أننا لا نحب الاستعمار نمقت الاستعمار لأننا عانينا منه. وأحسن دليل مواقف الجزائر مع فلسطين. فلسطين راهي جاية بعيدة لكن موقف الجزائر لا يحيد، دائما نفس المبادئ. ملي شفيت العمري ملي زدت أنا ومن قبل ما نزيد أنا مواقف الجزائر ثابتة. يعني احنا القضية تاعنا هذه قضية تاع موقف فقط. نقدروا نخسروا ماتش، نقدروا نخسروا لقب لأن اتحاد العاصمة الآن خسر اللقب، لكننا لا نخسر القضية لأننا لا نحب الاستعمار. وإحنا نزيد نقول مرة أخرى ربما فلسطين أحسن دليل. وأعتقد بأنه الذي حدث وقالها محمد المرة اللي فاتت القضية الصحراوية أعتقد أنها كما صارت مع فريق جبهة التحرير سنة 58 يسألونهم عن هذه القضية ما قضية الصحراء الغربية والعالم وأيضا قضية الخريطة. وبهذا أعتقد بأنه انقلب السحر على الساحر. الناس حبت دير افير باش تجي لصالحها عاودت انقلبت لانه الان الكاف راهي في ورطه حقيقيه. الكاف الان تبهديله، الناس خلصت باش تشوف لي ماتش لدروا تي في دراهم كبار راحوا لهم. وبالتالي الكاف الان قال لك الماتش ما تلعبش لالي زاد ما تلعبش الروتور على جال خريطه وهميه. الجزائر ما تراجعتش عن مواقفها الشامخه وبالتالي ماناش غالطين رضوان. ماناش غالطين. نحب نزيد لك برك شوف باش نقول انا قلت لك الشعب المغربي الحر ويقول لك ماكوش غالطين. ما عندناش طموح توسيع رضوان، وهذه قالها الرئيس الراحل في 72 هو ريبو مدين قالها بلي ما عندناش طموح التوسيع. اليوم عارفين باللي نهضة بركان دارت خطأ كبير خاصة رئيس الجامعة ديالهم عرف بلي دار خطأ واضح. بهذا نغلق ملف البطاقة الحمراء فيما يتعلق بالجانب جانب اتحاد العاصمة.